وبيقول لك مفيش انخفاض في اسعار العقارات. طب انا عايزك تشوف دي، الفيلات دي نزل عليها خصم اكتر من 12 مليون جنيه وهتستلمها كمان 3 شهور. خلينا ابدا معاك من اعلى حاجه لاقل حاجه. اللي قدامك دي ستاند الون مساحتها 266 متر، سعرها بعد الخصم 15 مليون 550. لو ما قدرتش تشتري الفيلا دي ممكن ننزل درجه واحده بس وناخد توين هاوس مساحتها 244 متر، سعرها بعد الخصم 10 مليون 521. ولو مش قادر تشتري الفيلا دي كمان فممكن تشوف دي. التاون هاوس اللي قدامك ده مساحته 210 متر، سعره بعد الخصم 9 مليون 647 الف. واجهه البيت بالكامل بتكون متشطبه ومن جوه بتكون طوب احمر عشان لو حضرتك عندك اي تعديل في الفيلا. المشروع ده فيه اكتر من 40% خدمات واربع فنادق عالميه، انتر كونتيننتال وفيرمونت كونكورد السلام وهيلتون. كومباوند سياحي من الدرجه الاولى، لان هو ما بينه وما بين المتحف المصري الكبير 4 دقائق او 5 دقائق بالكتير. وخدمات المشروع بالكامل بتطل على الاهرامات. المشروع ده تحديدا فيه 4 ميجا مول نفس فكره مول العرب، متعاقد عليهم فواز الحقير اللي هو صاحب ديستريكت 5. مشروع فيه جامعه وفيه اكاديميه تنس وفيه مستشفى، والحاجات دي بالفعل موجوده النهارده، مش لسه هتتعمل. انت حضرتك هتخش الكومباوند هتشوف كل الحاجات دي. سيبك بقى من كل ده، قيمه المشروع ده بتتضاعف 100% من بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، لان المشروع ده تحديدا واجهه سياحيه من الدرجه الاولى للمنطقه هناك. حضرتك اصلا لو دخلت المشروع هتوهم. فكلمني لو حضرتك عايز تعمل زياره للكومباوند، حتى لو مش هتشتري انا هدخلك وهفرجك على كل الوحدات وخد قرارك براحتك. وبس كده، وانا احمد يسري، تواصل معايا وسيب الباقي عليا. مع السلامه.